طيب انا اعتقد ان معظم يعني كلاينتس كتيره قوي من خلال تصفحاتها على بنترست والاونلاين وكده دايما اكيد بيجولك بصور كلها شبه بعضها، طبعا دي كلها نقطه طالعه مهمه من قوي. ترند معين. فانتي بتوازني بقى الحته دي ازاي؟ بصي دي نقطة مهمة قوي قوي يا شيرين. البنترست والسوشيال ميديا والحاجات دي وسعت المدارك بتاعة الكلاينتس قوي، او العملاء او الناس بصفة عامة بقوا عارفين يعني ايه جمال، عارفين يعني ايه بيت حلو، عارفين يعني ايه نايس ايستاتكس. لكن في نفس الوقت اديت لهم رونج بيس اوف انفورميشن اللي هي البيرفكت شوت، ان انا عايز الشوت كده. طب ما هو الشوت دي لما انا هعملها عندك انت الانبوت بتاعك ايه كهوم اونر او كبيرسون قاعد في الاوضه دي. ولازم ادي طبعا البرفكشنزم وتبقى كل حاجه لذيذه وحلوه، بس مش معموله بالمسطره زي ما انت ناقلها من البيج اللي انت شفتها او من كده. لا، لازم تكون بتعكس الهويه بتاعتك، بتعكس ستايل بيتك، بتحترم المساحه. يعني احنا بيجي لنا طبعا مواقف وطرائف، يعني بيجي لنا مثلا مساحه صغيره قوي تلاقي كلاينتس عايزه تعمل فيها يعني ملاهي، كارنفال. ملاهي بجد والله. فببقى نفسي اعمل لهم اللي هم عايزينه، بس they have to be a little bit realistic. however يعني بغض النظر عن النقطه اللي مش لطيفه بتاعه البيرفكت شوت او الكوبي بيست دي، انا مبسوطه انا بقى في وعي الترندز بالبيت. العالميه مش مجرد ترندز يا شيرين، انت الناس في مصر او في العالم كله بيفرق معاهم لابسين ايه شكله. طب انا هروح اقعد فين بقى؟ يعني وانا قاعده في اوضتي عامله ازاي؟ التواليت اللي بخش اغسل فيه وشي لما اصحى الصبح عامل ازاي؟ المكان اللي هقابل فيه ضيوفي عامل ازاي؟ لازم ده يكون as important as how I appear، فاهمه؟ لا انا حابه برضه اقول للجمهور ان انا لما رحت لك المكتب، انا دخلت مكتبها لقيت اولا ريحه حلوه جدا في والله المكتب، انت جميله، شموع، اللايتنج بطريقه معينه، ودرجات الحيطه انا عمري ما تخيلت ان حد يختار درجات حيطه. هي جريئه جدا ولكن مديه الشكل للمساحه مش طبيعي، مش مزعج. انت مش حاسه انه مزعج؟ درجه جريش انا عمري ما هنساها والله العظيم. لا انت عشان عينيكي حلوه بس شايفه كل حاجه حلوه، ربنا يخليك. بس فعلا والله اي فيل لايك انت بتهتمي قوي بحته الايموشنال سايد دي بالزبط. مش في الستايلينج والفurniture بس، لكن كمان انت لدرجه الشموع يعني بالزبط. واعتقد ان انتوا كمان بتقدموا حاجات تيرنكي. طبعا بتقدموا كل ما هو يحتاجه ان العميل يفتح الباب وطبعا هناخد من جوه. البادنج اللي عندكم ده لازم يعني احنا لما بنيجي نعمل تيرنكي من اول الانستوليشن او الاكسكيوشن لغايه الفurniture، الهوم ستايلينج، الاكسسوارز، الفوليج، الورد، ايا كانت التفاصيل لغايه البادنج بنديه للكلاينت. انا بيفرق معايا قوي يا شيرين ان انا احس باحساس الفurniture. انا لما هقعد في البيت ده هحس بايه؟ انا في حاجه بتميز ستايل هاوس، احنا بنحب نعمل حاجه راقيه شويه. أيوة. حتى لو مودرن بس في حته شياكه كده.